صباح الخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيباتي إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نعملوا وصفة خفيفة، بيضة واحدة نعملوا خبزة هكا مليحة في المقلاة وتجي مليحة الفطور ولا القهوة تاع المساء يعني. على بركة الله نبدأ. بسم الله. نحطوا البيضة، نحطوا الزيت، يكون عندك هذا فلان كراميل نديرو به. نحطوا الفاني حتى اللي عندك السائلة ولا حبيبات. نزيدوا ملعقة تاع سكر، ملعقة كبيرة. بسم الله. نخلطوهم كامل مع بعض. بعد ما خلطنا الخليط مع بعض نجيبوا كاس سميد يكون متوسط. بسم الله. نحط الخميرة، يعني سهلة وبسيطة في نفس الوقت، والذوق تاعها روعة يعني ما شاء الله. ملعقة فارينة كبيرة، هنا بعد ما نجيبوا المقلة تاعنا ندهنوها بالزبدة، نفرغوا هذاك الخليط ونحطوها على نار تكون قليلة. نحطوها على نار تكون قليلة ونغطوها ونخلوها حتى نشوفوها طابت خلاص. من بعد نزيدو نقلبوها. هنا بعد ما نشفت من الفوق خلاص نقلبوها. شوفوا كيفاش تجي يعني ما شاء الله اللون احمر وردوا بالكم باش ما تحرق لكمش. المهم كي تشوفوها نشفت من الفوق خلاص اقلبوها. وبعد ما تنحيوها تكون هنايا سخونه، عملتوه من قبل يكون بارد وهي سخونه وتشربوها كما راكم تشوفوا هكا. يعني بصراحه جات تهبل يعني. ان شاء الله يا ربي تعجبكم برك وتجربوا هذه الوصفه. هنايا رسقيتها كامل بالعسل، ومن بعد التزيين انت حره زيني باللي حبيتي، بالكاوكاو بالجلجلان، يعني انت وش حبيتي تزينيها زينيها. هي يعني ما شاء الله جات تحفه. هنايا تشربوها مليح بالعسل، تكون هي سخونه العسل يكون بارد. هنا زينوا كما تحبوا. انا زينت بشوي كاوكاو الفول السوداني، ومن بعد تقطعيها تجي تحفه يعني ما شاء الله. شوفوا كيفاش راهي جات خفيفه، يعني شهيتكم في الجنة. ان شاء الله يا رب تجربوها وتقولوا لي وش رايكم فيها. ما بقى علي غير نقول لكم مستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.